ازيكم يا شباب. هتكلم النهاردة عن الكذب. ازاي تعرف ان اللي معاك بتحبك بجد ولا بتمثل عليك الحب. الكذب عامة صفة موجودة في كل الناس، بس في فرق بين كذبة بيضة اللي هو الكذب العادي، ممكن اجامل حد عشان ما يزعلش، بس النهاردة هتكلم على الشخص اللي بيمثل عليك عشان يوصل لحاجة معينة. في دايما الكذب المرضي، الشخص اللي عايش دايما في جو المظلومية، قد ايه انا اتظلمت والناس جت عليا. الشخص ده عمره ما بيعترف بغلطه، اول ما بتواجهه بكذبه دايما بيقلب عليك الترابيزة، في وقتها لازم يطلعك انك كمان غلطان وكذاب، ما انت كشفته وفهمته. فهو مش هيقولك ايوه فعلا انا كذاب او انا وحش، بالعكس هو عمره ما هيعمل كده، لان هو شخص اتربى بس اتربى غلط. مش كل الناس بتتربى نفس الاصول، مش كل الناس زي بعض. اول حاجة ازاي تعرف اللي معاك بيمثل عليك الحب يا بيتهيأله انه بيحبك؟ اول حاجة الكذب الاحتيالي، ده محدش يقدر يكشفه غير الشخص اللي تم الاحتيال عليه من الشخص نفسه. يعني مثلا حصلت معايا، اتحور عليا وابقى شايف الزبون الجديد والله مهما قلتله مش هيصدق. ليه؟ لان اللي في الموضوع نفسه بيبقى موهوم ومضحوك عليه جدا، وهو في الاخر مش واعي لكده ومش شايف انه باك اب لحد غيره او استبن. ده شخص مهما اتكلمت معاه فهمته، هو يا باشا عايش في جو يعني سما العاشق بتاع الورد الجميل الحلو. الناس اللي زي كده سيبها هي الدنيا هتفهم وتعلم اي حد ما بيتعلمش، سيبه هو عايش في جو سما العاشق لحد ما يفوق. وخلي بالك اللي في الموضوع بيبقى فاهم ان في ناس هتيجي تكلمك وتقولك كذا، فهو عنده علم ان ده هيحصل، فهو تصدقي فعلا حصل الكلام ده، فهو مش هنا، هو بياكل فراشات حلوة مش هيفهم الكلام ده. ازاي تعرف من اللي معاك؟ من لغة جسدها، من العلامات الحوارية، زي مثلا انت روحتي فين النهاردة. اول حاجة لو بتكدب هتبلع ريقها، هتلمس مناخيرها او هتلمس بقها، دي علامات هتعرف منها. او من صوتها مرة واحدة راح صوتها اتغير، او مثلا تدي لنفسها مساحة شوية قبل ما ترد، اللي هو انت عايز تعرف انا كنت فين النهاردة. هي بتفكر هتقول ايه لان انت خطفتها مرة واحدة، هي مش مستعدة لكده، هتحط سيناريو وتقولهولك، او علامة تانية هتاخدك بالصوت. انت بتشك فيا ولا ايه؟ انت ليه بتقول كده؟ لا الطريقة دي وحشة، احنا كده مش هينفع نكمل مع بعض. العلامة اللي بعدها الانانية، انا ومن بعدي الطوفان. اي حاجة هتيجي على مصلحتها وهتكون فيها ضرر ليك، طبعا انت هيحصلك الضرر. اهم حاجة مصلحتها، هي عمرها ما هتقدم ليك تنازلات، هي عمرها ما هتيجي على نفسها مرة عشانك، دايما انت اللي هتبقى عايزاك انك تقدم تنازلات. اتكلمنا قبل كده وقلت لكم ان البنت دايما عندها حتة الاستحقاقية، دايما عايزة افضل حاجة واحسن حاجة في المقابل. طب انتي هتقدمي ايه؟ لا هي مش عايزة تقدم حاجة، هي دايما هتلاقيها في كلامها عايزة الغني اللي معاه فلوس. طب الغني ده هيجيلك انت ليه؟ مش هتجاوب، او لو جاوبت هتقولك كفاية انا. الحاجة اللي بعدها مش ملتزمة، دايما هتلاقيها انها مش ملتزمة. مثلا متجوزين هتلاقيها مش فايقة تعمل الاساسيات ليك، تروق البيت، تغسل الهدوم. حتى في العلاقة هتلاقيها دايما بتهرب منك بحجة انها تعبانة. النقطة اللي بعدها هتلاقيها مش حابة تتكلم، اوقات من غير اسباب، هتلاقيها مخنوقة، مزاجها مش حلو. لو بعتلها حاجة مثلا هتلاقيها بتتأخر في الرد بحجة انها مشغولة او تعبانة. هتلاقيها مش بتدعمك، مثلا عملت حاجة كويسة، خدت خطوة كويسة في شغلك، هتلاقيها عادي تمام زي بعضه. كل ده حاجات تخلي بالك منها. اللي بتحبك هتلاقيها مهتمة بكل تفاصيلك، هتكلمك طول الوقت، اي وقت، حتى لو بتعمل حاجة هتفضلك. النقطة اللي بعدها مش هتفكر معاك في مستقبلكم، مثلا هتتكلموا انتوا هتعملوا ايه في المستقبل، مثلا الشقة عايزين توضبوها تعملوها ازاي، هتلاقيها عادي هتقولك اي حاجة مش هيفرق معاها، هي عمرها ما هتفكر في المستقبل معاك. هتفكر في الحاضر، هتفكر في الحاضر بس، المستقبل ده هي مش هتبقى عايزاه يجي، لان هي بتتمنى ان العلاقة ما تستمرش. الحاجة اللي بعدها مش هتهتم تحل الخلافات، لو حصل خلافات مثلا بينك وبين اهلها مش هتحل حاجة وهتجيب العيب عليك. طالما انت بتحبني اقبل بقى اي حاجة اهلي يطلبوها منك، هتبقى عايزاك تقدم انت تنازلات وتضحي، والجانب التاني مش هتلاقي المقابل. النقطة اللي بعدها مهمة، مش هتهتم بمشاعرك، يعني مثلا هي عملت حاجة غلط مش هتيجي وتصالحك وتقولك انها غلطت انها عملت ده،
لا، هي هتبقى عايزاك انت اللي تصالحها، وهي اللي غلطانة. الحاجة اللي بعدها هتلاقيها دايما بتهرب منك، هتهرب من مقابلتك، هتهرب من المكالمة، هتهرب من كل حاجة. النقطة اللي بعدها نقطة ضعفك. اوعى تبين نقطة ضعفك للشخص اللي قدامك، لانها هتشتغل دايما عليها. نقطة ضعفك مثلا لو انت مبين حبها ليك، هتحاول انها تثير غيرتك، هتحاول انها دايما تخليك انك تسألها، مثلا تقول لها هو مين اللي عندك ده، هو مين اللي عمل لك لايك ده، مين اللي عمل لك لاف ده، هو ده مين اصلا. الحاجات ديت هي هتحاول انها تبينها لك عشان خاطر انك تغير اكتر. انت لما تشوف حاجة واحدة بس من الحاجات دي، انت مش هتبقى مبسوط ولا عايش في سعادة. ما تكملش، ومش لازم تقول لها اسباب، سيبها لنفسها، ما تريحهاش ولا تقول لها انت بعدت ليه. ابعد عنها من غير سكات بس. ودي كانت حلقتنا النهاردة. لو عجبتك اعمل لايك واشترك في القناة. سلام.